الفكره اللي الناس واخداها بقى، انا هتعلم انجليزي هشتغل بيه ايه؟ مش هتشتغل بيه. فهي الفكر، فهي فكره الانجليزي هو مش هتعلمه علشان لغه عشان اروح اشتغل في كول سنتر. بقول لك يا اسلام يا عم، هو ايه اللي خلاك يعني مثلا تتعلم انجليش؟ ما في لغات تانية يعني كتير مختلفة وفرصتها افضل يعني، فليه الانجليش بالذات يعني؟ والله بص اقول لك حاجه، هو انت بتقول ان كل الناس بتتكلم انجليزي وان الموضوع يعني ممكن تقول ان في كميه ناس رهيبه بتتكلم اللغه دي، بس انت بتتكلم من منطق الناس اللي هي بتاعه انجليزي ثانويه عامه، يعني اللي هو عنده شويه ايه، نو بروبلم وثانك يو سو ماتش. ما بيقولش ثانك يو سو ماتش، بيقول فيري ماتش كمان عشان بتاعه ميس ميرفت ودي حقوق ملكيه. صح. فبص هو هتيجي تدخله بقى في سوشيال ميديا وتقول له في كورس بيتكلم عن الماركتينج مثلا، هتلاقيه ابيض. هيجي هنا وهيعمل ستوب بقى وهيقول لك انا مش فاهم حاجه، اديني محتوى بالعربي. والمحتوى كله اللي على السوشيال ميديا بقى بالانجليزي. فانت عشان تاخد كورسات وفي كميه كورسات مجانيه رهيبه تقدر تاخدها بالانجليزي وبشكل فعلا مجاني، ومحتوى متعوب عليه وبالساعات، وفعلا بتاخد جوده. لما تيجي تقارنه بالمحتوى العربي ومجانا مفيش. تيجي تقارنه بالمحتوى العربي، انا بالذات في مجالي، في مجال الرسم، في مجال الفن التشكيلي، علشان اقول لك الناس اللي بتعلم فن اكاديمي في مصر كله مدفوع. عشان تيجي تنتقل بقى للمحتوى الانجليزي بتلاقي فيه كتير جدا على الانترنت وببلاش ومجاني، تقدر تتعلم المحتوى ده كله. بل ان المحتوى اللي مدفوع في مصر اللي هو بفلوس اللي مدفوع، لما تيجي تقارنه بالمجاني اللي على النت، لا المجاني اقيم. تخيل، المجاني اقيم كمعدات، كتصوير، كفعلا كلام من اساتذه كبار احنا اصلا الناس اللي في مصر بيتعلموا منهم. فلا مفيش اي مقارنه خالص. دي خلتني اتعلم انجليزي. فممكن تقول مثلا الانجليش هنا هي الاداة اللي هتمكنك بالظبط. ان انت تطور من نفسك. وهنطلق بقى قولها انت يعني. فهي فكره الانجليزي هو مش هتعلمه علشان لغه عشان اروح اشتغل في كول سنتر. انا حاليا عندي فرص ان انا اشتغل في كول سنتر، عندي فرص ان انا اشتغل ادرس مثلا انجليزي لناس مستويات اقل مني، او ابتدي اشتغل في اكاديمي ان انا ادرس اللغه دي. بس الموضوع بالنسبه لي اي نعم عاوز اشتغل لسه على نفسي شويه عشان اخد المهاره بتاعه ان انا ابتدي ادرس اللغه. فهاخد لي كورس مثلا 6 شهور هخلص الموضوع وهبتدي ادرس. فانت ما بتتعلمش الانجليزي علشان انت تروح تشتغل بالانجليزي. دي الفكره اللي الناس واخداها بقى، انا هتعلم انجليزي هشتغل بيه ايه؟ مش هتشتغل بيه. هو يسهل لك حياتك. دلوقتي بقت قصه البرمجه حاليا، اتعلم برمجه هشتغل مبرمج، لا بس هتسهل لك حاجات كتير، هتخليك تنجز مهام بسرعه، مش تاخد وقت منك. تمام. طيب بقول لك يا صديقي، يعني خلينا كده ناخدها من الجانب العملي. يعني اسلام قبل الانجليش ايه وبعد الانجليش ايه؟ بمعنى ايه الفرص اللي انت خدتها يعني، او اللي انت وصلت لها يعني بعد ما اتعلمت الانجليش؟ حلو. يعني قبل ما اسالك انت ازاي اتعلمت انجليش عامه. بص هقول لك حاجه، يعني خلينا نقول ايه، بدات الاقي نفسي مثلا اول حاجه ما بقاش عندي مشكله اسمها انا هتواصل بالانجليزي ازاي. خلاص المشكله دي اتحلت. دي اول فرصه، دي اول حاجه، ان انت بقى عندك ثقه في نفسك ان انت في اي موقف هتحط فيه في انجليزي ما كوميونيكيت مع حد، بتفكرش. في تواصل مع حد. الاول زمان انت كنت بتفكر في الاول هتقول ايه وهتواصل ازاي، لا انت بقيت مستعد جدا لاي موقف تتحط فيه لده. فبالتالي لما اتحطيت في موقف انا ما حسيتش ان انا شخص مثلا دي فرصه عشان انا اللي اتعلمت الانجليزي، لا انا اتواصلت على طول مباشره. لقيت نفسي بدرس لحد او بتكلم مع حد هديله كورس في المجال بتاعي في الرسم بالانجليزي، هتواصل معاه بالانجليزي والكلام هيبقى تقريبا الشخص العربي بتاعه مكسر. هنتكلم هيبقى محتوى ممكن انا لو عطلت في حاجه في النص هشرحها بالعربي، بس معظم الكلام هيبقى شغال انجليزي. بنسبه 80 90% فكان الموضوع من هنا بقى. فدي فرصه انا ما كنتش متخيلها زمان. يعني انا قبل ما ابدا ما كنتش حاطط في بالي ان انا هدرس الحاجه دي باللغه دي، او هدرس الرسم مثلا فن تشكيلي او الاكاديمي بالانجليزي. ما كنتش حاطط في بالي ده. كنت ممكن اكون متخيله بشكل ما، بس مش متخيل ان انا اول ما اتعلم انجليزي او اول ما اوصل لمرحله حلوه بعد مثلا 10 شهور او بعد سنه هتجي لي فرصه زي دي. عارف انت لما يقول لك يا عم اتخرج بس وهتلاقي الوظيفه مستنياك، انا خلصت لقيت فعلا الفرصه مستنياني. حلو. هي حاجه كده ترتيب من عند ربنا. بس مع انت السعي هي طبعا. الفكره بالظبط السعي، واول ما توصل مالكش دعوه ايه اللي هيحصل، مالكش دعوه. اهم سؤال بقى يا صديقي، يعني قول لي. السؤال اللي محير الجمهور كله يعني. والله وانا اللي هجاوب عليه. ماشي انت انت ازاي بقى اتعلمت انجليش، او ايه طريقتك
اللي بدات، يعني ايه الطريقه اللي انت مشيت عليها وفي سنه كده اتقنت اللغه بشكل يعني قوي جدا؟ بص اقول لك حاجه، مفيش طريقه ثابته هتقول لك انت تاخد الخطوات دي هتمشي عليها زي الفل تصحى بتتكلم انجليزي بعد سنه. مظبوط. بس في حاجات اساسيه تاخد بالك منها. زي ايه مثلا؟ في ناس فاكره ان انا هاخد كورس هيعلمني انجليزي. انا خدت كورسات، ده حقيقي. بس كان معايا ناس وصلت لحد يعني خدت وغيرت اماكن كتير. بس كان الموضوع بالنسبه لي، الخطه بالنسبه لي واحده، ان في 4 مهارات انت لازم تشتغل عليهم كتير جدا. الكورس لو اشتغل عليهم بنسبه 30% فانت على عاتقك انت كده 70%. فما تحطش كل اهتمامك ايه ان الكورس هو اللي هيعلمني. كان معانا ناس في كل الاماكن اللي انا غيرت فيها كانت بقى فاكره الموضوع كده اهو، انا هاخد كورس هتعلم انجليزي. لا، انت هتاخد كورس هيفكرك ان انت يوم الاثنين والخميس عندك هتذاكر انجليزي، فبشكل لا واعي هتذاكر باقي الاسبوع، فهتخلق عندك عاده خلال السنه دي كلها ان انت بتذاكر انجليزي كل يوم. حلو. هو ده اللي هيعمله لك الكورس. انا شخص كده كنت حاسس ان انا مش هيبقى عندي الاستمراريه لمده سنه كامله، لا هاجي بعد 5 شهور واحس ان مفيش انتاج قوي او مفيش عائد قوي فهوقف. فعشان كده قلت لنفسي بص انا هخليك تبقى هنا وهنا وهنا وبص، وهتحيط نفسك باللغه من كل حته. ازاي؟ عن طريق الافلام، عن طريق عندي مشكله مثلا ادخل على يوتيوب ابحث عنها بالانجليزي. بص لو انت عندك شويه اساسيات في اللغه، انجليزي ثانويه عامه، كل الناس دي بتفهم الفيديو بيقول ايه بنسبه على الاقل 50%، 40% يا سيدي. وانت واحد اتعلمت شويه في اللغه بقالك 5 شهور فهتفهم بنسبه 70% اقل واجب. فهتلاقي نفسك الاستماع ابتدي حل مشاكلك كده، الحاجات اللي انت بتدور عليها، الاستمراريه، الشغف، دور على ده بالانجليزي. حلو. ابتدي غذي عقلك في بيه. دماغك كل يعني حاجه، كل مشكله أوه. تيجي في بالك حلها على النت بالانجليزي. ادخل على يوتيوب حل المشكله دي، اتفرج عليها محتوى بالانجليزي، فانت بتحل مشكله وبتعالج عندك مهاره الاستماع. الحاجه الثانيه بقى، الناس بتفضل تذاكر وتدخل على قناه اليوتيوب وتقول لك انا متابع مع القناه دي والقناه دي وعمال بذاكر واكتب وما بتكلمش. طب هو انت اتكلمت؟ انت طلع من بقك كام ساعه في الاسبوع علشان تطور مهاره اللغه، عشان تطور لسانك؟ انت عملت ايه؟ فبتلاقيه لا بيقول لك انا عمال اذاكر. بتذاكر يعني استماع، بتذاكر ممكن كتابه، الرايتنج. طب فين التحدث؟ ما انت هدفك ان انت تتكلم. ده حقيقي. طب انت اتكلمت؟ انت لقيت ناس اتكلمت معاهم؟ اتحطيت كم مره في موقف حقيقي واتبرجلت كده ومش عارف اطلع الكلام، مش عارف اكون الجمله؟ اتحطيت فيها كم مره؟ مره واحده، مرتين، 3؟ انت المفروض يبقى على الاقل 10 في الاسبوع، يعني ده على الاقل فعلا. انت فبتلاقي الشخص عنده مشكله في ان هو مش قادر يتكلم بعد 6 شهور. طب بعد 6 شهور مذاكره ودح بقى بالورقه وعمال اسمع واردد ويقول لك ما انا في ابلكيشن بيقول لي الكلام وانا بردده، انت كده حبيبي بتقرا قراءه جهريه مش بتتكلم كلام. يعني انا اتحط في موقف حد يسالني سؤال انا مش متوقعه ابتدي اجاوب، عقلي يتحط تحت ضغط. صح. اما قول الكلمه دي ورايا كابلكيشن، انت كده بتطور الاكسنت، اللهجه، لو انت بتتعلم امريكان او بريتش. تمام. حلو. لكن ما بتطورش عندك مهارة التحدث بتيجي بتحط نفسك تحت ضغط وتحت اسئله غير متوقعه. اجي مثلا تلاقي واحد في الشارع كده بيقول لك بيسالك سؤال يقول لك ازاي اروح المترو، فتقعد تفكر بقى ازاي اقول الاتجاهات بالانجليزي، ازاي اقول ما اعرفش، فبتبتدي تجمع بقى. السوفت بيبدا يبني عندك من جديد يعني وكده. هو تحط تحت ضغط تتكلم. تمام. خلينا نتكلم على كل مهاره لوحدها سريعا كده. بالنسبه للتحدث رقم 1. جميل. ابدا اقول انت بقى. بص موضوع التحدث في الاول، اتكلم. هتتكلم ازاي؟ هتلاقي الموضوع ممل في ان انت هقول لك اتكلم ازاي. ممكن تتكلم، تسجل لنفسك على واتساب، سجل لنفسك كده وانت بتتكلم. هات اسئله من على جوجل، ادخل على جوجل اعمل كده ايه questions in English، فهتلاقي مثلا questions in English، هتلاقي اسئله كتير جدا بالانجليزي. او questions for conversations in English، هتلاقي اسئله للمحادثات بالانجليزي. خد الاسئله دي وابتدي جاوب عليها بريكورد كده على الواتساب. ما عندكش ده، في ابلكيشنز كتير جدا ممكن نقول اسمهم مثلا اوكي. في هالو توك تقريبا وهاي لوكال، دول انا استخدمتهم كتير. بس الفكره ما تتكسفش وانت بتغلط. هتتكسف وانت بتغلط مش هتتكلم انجليزي خالص، مش هتوصل لحاجه. لا
خلي الاخطاء تيجي، هتتعلم من اخطائك. بس الفكره انك خليك واعي لاخطائك اللي بتحصل دي عشان تعدلها محددها على وعارف. الطريق. لقيت نفسك النهارده والله انا عندي بدل ما بقول هي هاز هي هاف، فانا قلبت الزمن خالص. حلو. خليت الجمع مفرد والمفرد جمع. ابتدي حط المشكله دي واعمل عليها هايلايت كده ان هي دي انا هحلها الاسبوع ده، الحاجه دي فهحلها الاسبوع الثاني المفروض خلاص بقى تمام. اتمرن عليها صح. خش على الكتابه. بالنسبه للكتابه هقول لك حاجه، يعني انا شخصيا بشوف ان الكتابه حلوه قوي في ان انت تكتب يومياتك. حلو. شوف انت النهارده هتصحى الصبح هتعمل ايه في يومك، ابتدي اكتب التو دو ليست بتاعتك بالانجليزي. جميل قوي. انا هعمل ايه النهارده، اخر اليوم تعالى اكتب انا عملت ايه النهارده. بالظبط. جميل حاجات زي كده.